السلام عليكم ورحمة الله. كدرين حبيباتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم وانتم في احسن الاحوال. مرحبا بكم على قناتي وقناتكم فضاء سندس. اليوم ان شاء الله فيديو مغاير، جبت لكم واحد الطبق اللي هو طبق خليجي بامتياز. هذه كيعتبروها واحد التحليه ديالهم، كياخذوها مع القهوه، كتجي زوينه بزاف، غنيه بمذاق الزعفران والهيل وماء الورد كيف تعودنا في جميع الطبخ ديالهم. هاد الاكله هادي او هاد التحليه هادي كيسميوها الخبيصه، يعني شي حاجه مخبوصه اللي هي زوينه بزاف وكتجي بنينه بزاف البنات. وطريقتها راها سهله ومكونات يعني متوفره عندنا، حتى لو ماشي في الدول الخليجيه، في اي دوله راها متوفره المكونات ديالها. وانا اكيد ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبكم. هي خليط شويه تقريبا ما بين سلو ديالنا لكن بلا مكسرات، يعني ما فيها شيء المكسرات نهائيا، من غير الا بغيتوا تزينوا بهم الوجه ديالها كيف زينتها انايا. فبالنسبه لهاد الخبيصه كيف قلت لكم البنات، فهما كياكلوها مع القهوه، لان القهوه عندهم هنا بدون سكر. القهوه العربيه فهي كتكون بدون سكر، هما كيتناولوها مع القهوه. فغادي ندوزو المقادير وطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنا واحد شويه ديال الزعفران، عندي الماء الورد، وعندي 3 الكؤوس ديال السكر، هذا السكر العادي، وعندي 2 الكؤوس ديال السمن. ماشي السمن ديالنا ولكن هذاك السمن ديالهم هما، اولا ممكن نعوضوه بالزبده. وعندي انا هنا كيلو ديال الطحين. الطحين هذا ديال الزرع محمر. وغادي نحتاج مع كيلو ديال الطحين اطر ونص ديال الماء، يعني كيلو ديال الطحين فيه اطر ونص ديال الماء، كيكون دافي ولا مغلي ماشي مشكل. المهم انا هنايا نقعت الزعفران في هذاك الماء ورد، تقريبا واحد نص كاس ديال الماء ورد. غناخذ هنايا واحد الكاسرون ديالي ولا شي حاجه اللي تكون غارقه من الاحسن، كنوضع فيها السكر. يعني انا هنا البنات راني عطيتكم مقادير مضبوطه، وعبرت هنا بالاكواب ديال العبار، ماشي الكاس ديال العنبه، لكن الاكواب ديال العبار اللي كيتباعوا، اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات، راه عندهم داك الكوب. صافي هنا غادي نوضع السكر وغادي نبقى نحرك فيه شويه بشويه. انا ما بغيتش السكر يتحرق لي، ردوا البال البنات لا يتحرق لكم السكر، الا مشات تحرق فهو غادي يعطي مذاق ديال المرغوره فيها. صافي هنا غادي نزيد هذاك اللتر ونصف ديال الماء اللي عندي. كيف قلت لكم انا عندي الماء راه غليان، غتشوفوا البنات بحال غيبدا يتحجر لكم الخليط، ما تخافوا شيء. فاحنا مع التحريك كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، راه هذاك السكر غادي يذوب. ها نتوما البنات، فالسكر غادي يذوب، ما تخافوش تقولوا غيبقى محجر او لا شي حاجه، لا. هانتوما غنبقاو غير نحركوا بطبيعه الحال. العافيه راه حنا مخلينها مهيله، ما نديروش شي العافيه مجهده الا غتحرق لينا اليد ديالنا. وحاجه ثانيه البنات، فاش غادي نبغيو نضيفوا الماء على السكر نكونوا حذرين، يعني نبعدوا الوجه ديالنا. من الاحسن اللي عندنا شي غطاء نغطيو به الطنجره ديالنا، عاد نضيفوا الماء، يعني نخليو غير واحد الفتيحه صغيره منين غنضيفوا الماء، هكا باش ما تطلعش علينا السكر ويحرقنا. صافي البنات نتوما انا هنا راني كنحاول انني ما نقطع شيء الفيديو باش تشوفوا معايا ان السكر راه كيذوب، يعني ماشي غادي نزولو ولا شي حاجه، لا، غادي نبقى نحرك فيه حتى غادي يذوب ليا وغادي ينسجم مع الماء اللي ضفنا عليه. صافي على هذا الشكل هذا البنات، شفتوا راه بقات واحد القطعه صغيره ولكن راها غادي تذوب، ما غادي شي تبقى. غادي نبقاو نحركوا فيها، غير نعطيو شويش ديال الخاطر، يعني تقريبا واحد 8 ديال الدقائق بحال هكا كالعافيه مهيله، او لا اقل كاع، يعني على حسب السكر واش تحجر لكم بزاف او لا. صافي غنبقاو غير نحركوا كيف قلت لكم، طبيعه الحال نردوا البال. صافي على هذا الشكل هذا هانتوما، قلت لكم انا حاولت انني ما نقطعش، يعني خليت الفيديو حتى تشوفوا معايا بان السكر راه غادي يذوب، ما نخافوا شيء منه. والله الا كتجي زوينه البنات، يعني انا اول مره كنت جربتها ما زعمت شيء عليها، يعني قلت غادي يكون غير الطحين مع هذا، حنا ولفنا ان السلو ديالنا فيه المكسرات، قلت ممكن ان مذاقها ما يكون شيء زوين. لكن والله العظيم البنات فاش جربتها زوينه بزاف، وفيها واحد المذاق متميز. راه كتعرفوا الهيل والزعفران يعني راه كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. وهما كيعتمدوا في
في الاطباق ديالهم كلهم، سواء المالح سواء الحلو في لي كيك، راه حتى في الشاي كيديروه، في القهوه ديالهم كذلك. يعني عندهم كتلقاو حاضر تقريبا في كل شيء، حاضر الهيل والزعفران. هانتوما البنات، هانتوما شفتوا فاش كنبدا نحرك صافي راه كيدوب معايا كيف كتشوفوا. صافي ها هي البنات دابت ليا كلها هذيك القطع ديال السكر اللي كان عندي. ضفت انا هنا الماء ورد والزعفران، تقريبا قلت لكم عندي واحد نص كاس ديال الماء ورد، راه ماشي مشكل يعني حتى لو درتوا كاس. والكميه اللي عندكم ديال الزعفران من الاحسن يكون شويش زايد. وغادي نضيف الهيل مطحون، تقريبا عندي واحد المعلقه كبيره ديال الهيل مطحون. صافي البنات غادي نحرك شويه الخليط. راه طبيعه الحال راه هادشي كله كنضيفوه فوق النار، يعني حنا ما مزولينش هذيك الكاسرون ديالنا اولا هذاك الجدر ديالنا من على النار، يعني كلشي كنخدمو فوق النار لواحد العافيه اللي هي متوسطه البنات. غادي يغلى الخليط واحد شويه وغادي نبداو شنو نضيفوا له داك الطحين اللي عندي البنات. راني قلت لكم عندي الطحين ديال الزرع مغربي بطبيعه الحال، محيدين له النخاله. فانا حمرته بحال غنحمروه بالطريقه ديال السلو، يعني عادي حمرته وغربلته. عندي كيلو ديال الطحين هو اللي غادي نضيف على هذا القياس ديال لتر ونصف ديال الماء، يعني باش تجيكم المقادير مضبوطه ديالها، يعني ما تجيش ناشفه بزاف وما تجيش يعني انها تجينا مرخوفه بزاف. صافي غنبداو نضيفوا داك الطحين. غادي نلاحظوا ان حنا فاش غنضيفوا الطحين وغادي نبداو نحركوا راه بحال غتعقد لنا، يعني بحال غتبان لنا انها ناشفه. ما نخافوا شيء منها نهائيا، لان من بعد راه غنضيفوا لها ديك السمنه اللي هو عباره عن دهن نباتي، يعني ماشي بحال السمن ديالنا فيه النسمه، لا غير دهن نباتي. الا ما عندكم شيء ممكن تستخدموا غير الزبده، بحال الزبده اللي كنديروا مع سلو حنا كندوبوها. هنا ما يحتاج شيء ان حنا ندوبوها، غادي تذوب في الحراره ديال هذا الخليط ديالنا. هانتوما كيف كتشوفوا معايا غتبان لكم البنات راها بحال نشفات. فما نخافوا شيء، ملي غادي نضيفوا كيف قلت لكم داك السمن غادي ترخف لنا وغيعطي يعني المذاق قصدي القوام المطلوب. هانتوما شفتوا كتبان لي نشفات، اللي شافها غادي تخلع يقول لا ما صدقات ليش ولا لا. غتلاحظوا معايا ان شاء الله ملي غنضيفوا السمن، وضروري ما خاصنا نحركوها مزيان هكا باش ما تلصقناش في القاع ديال الجدر اللي عندنا. هنا كنقول لكم عندي 2 الاكواب ديال السمن، يعني عطيتكم هنا المقادير مضبوطه، عبرتهم يعني شحال غادي تهز لي، ما تجيش ميدمه ما تجيش مرخوفه بزاف. هانتوما البنات بعد ما خدمتها انا راه كانت وقفات لي الكاميرا ما رديت لهاش البال، كنبقاو نخدموها بهذه الطريقه هذه اللي وريتكم على واحد العافيه اللي كتكون مهيله. من بعد البنات غادي نقصوا العافيه نخليوها كيف الشميعه ونغطيو عليها ونخليوها واحد المده ديال 15 دقيقه صافي حتى كتشرب مع بعضياتها فدوك المكونات اللي فيها كلهم. انا هنا البنات نزلتها في هذا الطبق هذا، زينتها بالورد وباللوز ايفيلي وبشويش ديال البيستاش، كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى انكم تجربوها، كيجي المذاق ديالها هائل ومغاير. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه